واحدة بتقول احنا عندنا راجل كبير في الشارع الناس كلها عارفاه وبتحبه ودايما يقف مع الناس في مشاكلهم لدرجة ان هم بيعتبروه زي ابوهم. وكانت مشكلة الراجل الوحيدة هي ابنه، كان بايظ وبتاع سهر وشرب وبنات ودايما يتخانق مع ابوه ويمد ايده عليه. المهم في يوم اتفاجئنا ان الراجل الكبير ده مات والشارع كله كان زعلان عليه، وابنه اختفى فترة وقعد لوحده ورفض يقابل اي حد. وبعد كام شهر رجع وهو متغير خالص ومربي دقنه وبقى يصلي في الجامع. وفي يوم لقيناه جايب عربية نص نقل عليها عيش وكام كيلو فاكهة. المؤمن بس يعمل لايك واشتراك ويستغفر ربنا في التعليقات، وقال للناس انه هيوزعهم صدقة على روح ابوه. وفضل يكرر نفس الموضوع لمدة كام يوم ورا بعض لحد ما الناس بدأت تقول ده اتغير فعلا، لحد ما لقيناه جاي وبيقول انه هياخد انابيب البوتاجاز يملاها ببلاش للناس اللي ظروفها تعبانة، وجامع من الناس يومها حوالي 50 انبوبة، وساعتها الواحدة كانت بتتباع ب1000 جنيه، وراح يملاهم للناس وبقاله حوالي شهرين ولسه مرجعش واختفى ومحدش عارف يوصله.